بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته وسار على نهجه ومنواله إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأفاضل، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. الله نسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. دخلت علينا العشر الأواخر من شهر رمضان، وما أدراك ما العشر الأواخر، إنها أنفس وأغلى وأعز ما هو موجود في هذا الشهر المبارك. اللهم أعنا فيها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. إخواني الكرام، حالتنا اليوم أو جلوسنا اليوم أو إدراكنا اليوم لهذه الساعات من هذا الشهر المبارك هي أمنية كثير من أصحاب القبور، من الذين فارقوا الحياة الدنيا، يتمنوا هذا الجلسة اللي راك جالسها أخي الحبيب وأختي الكريمة، هذا الساعات اللي راك تقضي فيها في العشر الأواخر من شهر رمضان بين كلمة طيبة تسمعها في المسجد وصلاة تؤديها فريضة وتعقبها بنافلة تراويح، وربما تتصدق بشيء من مالك، وربما تكثر من ذكر الله تبارك وتعالى ودعائه، وبعد ذلك قراءة القرآن، وبعد ذلك صلاة التهجد، وبعد ذلك أكلة السحور اللي هي بركة، وبعد ذلك صلاة الرغيبة، أقصد بذلك الفجر، ثم تؤدي الفريضة اللي هي صلاة الصبح. هذه كلها يا إخواني الكرام راهي أمنية عظيمة عند أصحاب القبور الذين فارقوا الحياة الدنيا، يتمنوا لو كان يردهم رب العالمين تبارك وتعالى إلى دقائق معدودة ويجلسوا معنا هذا الجلسة، يصلوا فيها ركعتين ويدعوا الله عز وجل لما في هذا من خير عظيم، ولما في ذلك من شرف ومقام عند الله عز وجل هذه العشر الأخيرة. إن شاء الله ربي يتقبل منا، ورب العالمين يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. إخواني الكرام، في دقائق معدودة إن شاء الله عز وجل أحاول أن أدردش مع إخواني في وحد الخلق أو في وحد القضية تهمنا جميعا ويكثر ظهورها في شهر رمضان. في قبل رمضان وبعد رمضان يعني الأمر نسبي، لكن في شهر رمضان يعني تكثر نوعا ما عندنا، ذلك أن الإنسان يمتنع عن الأكل والشراب، يمتنع عن القهوة اللي تكون حاكمة عليه في بعض الأحيان، يمتنع عن السيجارة التي يكون أسيرا لها في كثير من الأحيان، فيظهر عندنا وحد الخلق. شكون يقولنا عليه وش من الخلق هذا يا؟ ما سمعتكش ولا ما سمعتك؟ الغضب والقلق والغضب والانفعال وغير ذلك. أنا أحب نسأل سؤال في بداية الدرس ومن بعد نكمل إن شاء الله. يعني حاب الواحد يعطيني وش كاين فرق بين سيارة تمشي 60 75 حتى 80 في الطريق السيارة، وبين سيارة تمشي 180 200 في الطريق. وش الفرق اللي بيناتهم؟ هي في سرعة بارك الله فيك صحيح، معنى الفارق بيناتهم كي يوصل هذا يزيد بعده 5 دقائق، لكن حبيت من واحد الزاوية أخرى نقول وش الفرق بينك تمشي 60 ولا 70 وبين تمشي 180. وراه الفرق بيناتهم. المهل يوصل بمعنى الإنسان كي يكون يسوق 60 ولا قدر الله كش ما يصراه يقدر يتحكم في السيارة، صح ولا لا؟ يقدر يكبح جماحها. أما اللي يكون يمشي 180 ولا 200 في الطريق ينجم زعما يخرج له حاشاكم وحاشا قدركم، يخرج له كاش كلب، يخرج كاش قط، يخرج كاش واحد مريض من هذوك المرضى مساكن اللي يقطعوا في الطريق ذا، يقدر يتلافاه، يقدر يتحاشاه. إذا يتحاشاه يدير كود فونو راح يقلبها ويدي معها مجموعة. إذا صعب أن يتحكم الإنسان في سيارته وهي بتلك السرعة. أما إذا كانت تمشي 60 70 80 من السهل إن شاء الله أنه يتلافى ذلك الحادث، أنه يطلع الفرامل متاعه وما يكونش هنالك يعني تبعات ولا ما تكونش هنالك مشاكل. هذا ما يحدث للنفس البشرية يا إخواني الكرام، هذا ما يحدث للإنسان في حالة الغضب والهيجان. احنا نبينا عليه الصلاة والسلام
في مجموعة من الأحاديث النبوية والقرآن الكريم يربي فينا باش ما نوصلوش لل200 كيلومتر في الساعة، باش الغضب تاعك ونتاعي يكون معدول. يتقلق إنسان غير شوية يكبح جماح نفسه، يزعف شوية يمكنه أن يتحكم في مقود نفسه. لكن إذا فاق وتعدى درجة الحالة العادية إلى درجة الهيجان ودرجة الغضب والانفعال، اعلم بعد ذلك بأن الخسائر ستكون كثيرة. وانظر، ممكن الخسائر تكون زوجة يطلقها، ممكن واحد يقتله، ممكن يكسر حاجة، ممكن يخسر وظيفة، ممكن يخسر رب العالمين تبارك وتعالى ويخسر الآخرة. ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن في لحظة الغضب. وإن الرجل لا يتكلم الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها 70 خريفا في قاع جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. معنى في لحظة غضب خلى الإنسان النفس نتاعو تمشي بسرعة وخلاها تنفعل وخلاها تندفع ولم يكبح جماحها، خلاها وصلت هذه المرحلة. في هذه المرحلة ممكن يقول كلمة الكفر، ممكن يطلق، ممكن يضرب، ممكن إلى غير ذلك. فلذلك يا إخواني الكرام نبينا صلى الله عليه وسلم جاء ذلك الصحابي الجليل وقالوا يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، وكررها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم 3. معناها ما توصلش لهذيك السرعة الهائلة المهولة اللي تكون فيها نسبة الخطر نسبة عالية جدا جدا جدا. فحاول دائما أن تكون في الينورم، تكون في المقياس العادي، لا تتجاوز هذه المرحلة. يقولوا لا تغضب لا تغضب لا تغضب. والإنسان لما يكون صايم يقول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق وإن سابه أحد أو شتمه. خليش روحه يتجاوب مع هذاك السب ولا هذاك الشتم ولا هذاك الموقف اللي يتعرض له، يولي بالندية وكل واحد يزيد درجة وهذا يزيد حتى نولوا في حالة. قبل قليل نشوف قبل صلاة المغرب يعني نشوف واحد المشهد هكذايا في دائرة من الدوائر تاعنا، ففي الطريق هكذا والسيد وجيناه وكذا ونزل، ومن بعد 2 كلمات وراح يجري وجبد واحد القلوزة جبدها من السيارة ورايح ليه. واش راح دير؟ راح تقتل خوك؟ راح تكسر له السيارة؟ ماذا تفعل؟ ماذا تريد أن تفعل أيها المؤمن؟ قابيل قتل هابيل ندم حياته عليها طول حياته. وما من ابن آدم يفعل فعلا مثل هذا إلا وكان على ابن آدم الوزر الأول. ماذا دهاك على مجرد موقف خوك تجاوز عليك، خوك كذا جوز فوت اعفو، خليش نفسك توصل. الله يسامحك، إني صائم، أنت صائم، يمشي الإنسان الحال وما يعودش يرد الكلمة بالكلمة والعشرة بالعشرة ويولي في هذاك الغضب وهذاك الهيجان حتى يخسر الدنيا والآخرة. أنا نقول لك إذا كان صومك يخليك تقتل نفسا مؤمنة كل رمضان، إذا تيقنت من أن صومك سيجعلك تقتل نفسا مؤمنة تتعدى على روح بريئة على نفس مؤمنة، أفطر في نهار رمضان، لأنك مخير بين ماذا؟ بين انتهاكين، بين أن تنتهك حرمة رمضان بينك وبين الله عز وجل تتحمل تبعاتها أنت، وبين أن تقتل نفسا متعمدا خسر الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل، واسمعوا معي هذا الوعيد الشديد، قال الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه. قالوا العلماء لم نرى وعيدا شديدا كما وقع في هذه الآية، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. هي دخول جهنم حاجة كبيرة، ولكن الخلود فيها أعظم من ذلك. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، نسأل الله السلامة والعافية. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. فإذا يا إخواني الكرام الله في نفوسنا. الصيام، القرآن، الشريعة المحمدية جاءت لتهذيب هذه الأخلاق، جاءتنا باش الإنسان ما يكونش شهواني، ما يكونش غضباني، ما يكونش انفعالي، ما يكونش تربينا الصلاة ويربينا الصوم ويربينا الزكاة وتربينا الحج ويربينا الصدقة وتربينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن إذا كانت هذه الإبادات لا تؤدي دورها يا إخواني الكرام ربما يكون هنالك نتائج عكسية. أنت الدواء إذا كان ما خذيتوش بالجرعات اللي وصاك بها الطبيب،
تكفر، قالوا واتك حبة أنت تأكل 5، يكون عنده آثار جانبية، وربما هذا الدواء يكون قاتلك، صح ولا لا؟ فبالتالي نبينا عليه الصلاة والسلام يوصينا يا إخواني الكرام باللي المؤمن في شهر رمضان يكون مرتاح البال، يكون طيب الخاطر، ويشوف خوته يتقلقوا كذا، هو في واحد الأريحية، ويكون في واحد السكينة. اللهم إني صائم، نراني صائم، أنتك صائم، إن شاء الله ربي يتقبل منا. وجوز أخي إذا كان غلط معايا نحتسبها عند الله تبارك وتعالى، مش يسن يديه النيف ولا أنا وما لازمش يحقرني ولا لازم كذا، خليها لله عز وجل يا أخي. أرنا في شهر رمضان في العشر الأواخر نقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إذا حبيت العفو يعفو عنك، ينبغي أن تعفو أنت عن خلق الله عز وجل. سامح هذا، وسامح زوجتك، وسامح جارك، وسامح اللي عن مستعمل الدراجة النارية ومستعمل السيارة والمقلق وكذا، ادعي له إن شاء الله يوصل بخير وعلى خير الأهل إلى غير ذلك. فقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب لا تغضب لا تغضب. استب رجلان بحضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام فاحمر وجه أحدهما وانتفخت أوداجه، العروق نتاعو حبوا يطردقوا، حماروا ولا مقلق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. سيد رفض روحه وراح. وش هي يا رسول الله؟ قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فورة الغضب هي من الشيطان، هذه النفخة الشيطانية اللي ينفخ فيها ابن آدم. رد عليه، ما تسكتلوش، ما تبانش باللي تا يخوف، لازم كذا، عرش له، دير إلى غير ذلك، وينفخ منا وينفخ منا يا إخواني الكرام حتى تقع الجريمة. فقال النبي إني أعلم كلمة أستمسك أحتمي ألتجئ بالله عز وجل من هذا اللعين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما راح الرجل التحق به رجل آخر قال لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. قال أتراني مجنونا؟ وذهب الرجل، يعني ما حبش يدي وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ها وعد نبوي شريف، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استعيذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم. نزيدكم مسألة أخرى متعلقة بهذا في حالة الغضب. أنا نقول رانا حابين ما نوصلوش السيارة تتفلت منا، نشبهوا هذا النفس البشرية بالسيارة، ما تخليش الفرانات يتقطعوا تولي تمشي بك ويعني وترمي بك ذات اليمين وذات الشمال، وإنما أنت تتحكم فيها وتنقص لها السرعة. السكوت في كثير من المواقف. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في الجامع الصحيح إذا غضب الرجل فقال أعوذ بالله سكن غضبه. وقال عليه الصلاة والسلام إذا غضب أحدكم فليسكت. إذا غضب أحدكم فليسكت. شت روحك تقلقت؟ أسكت. وناس بكري وش يقولوا الفم المزموم، ما تدخلوا ذبانا أعز الله قدركم. اسكت، لأنه الشيطان يدفعك والنفس تدفعك لتقول كلاما لتجرح، بتسب الطرف الآخر، باش تطلق، باش تهين، باش تسب رب العالمين، باش إلى غير. اسكت. قال عليه الصلاة والسلام إذا غضب أحدكم فليسكت، يمنع نفسه، يتحكم في نفسه في هذه اللحظات الحرجة. بعد ذلك أكيد هذاك اللي غلط معك، اللي سبك، اللي كذا، يجي يطلب السماح إذا شافك ما رديت عليه، ما اعتدت عليه ولا شيء من هذا القبيل. أمر آخر أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حالة الغضب وهو السكون، الهدوء. وإذا كان واقفا فليجلس. كنت واقف اقعد ريح. إذا شت باللي قعدت وما الغضب هذاك ما زال، اضطجع، اتكى على الأرض، اتكى تمدد. وذي قليل فينا اللي ربما يتعرض الموقف تاع غضب ويديرها. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإذا ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس. هذا توجيه نبوي. هو اللي أمرنا بالصلاة، بالزكاة، أمرنا بالحج، أمرنا بصلاة التراويح، هو اللي أمرنا بهذه الأشياء الأخلاقية في هذه السلوكات باش نضبط سلوكاتنا. قال لك إذا كنت غضبان وكنت واقف اجلس. قال فإذا ذهب عنه الغضب خلاص الحمد لله تهنينا، وإلا إذا لم يذهب قال فليضطجع. قال لك لأن الإنسان يذكره بأصله، هذا الطين اللي كي تعاود تتكى عليه ولا تقعد في الأرض يذكره بأصله. وقال العلماء لفتة طيبة ما شاء الله في هذا الجانب. يقول أحد العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى الإمام الخطابي في شرحه لكتاب سنن أبي داود، يقول القائم
متهيئ للحركة والبطش. القائم يكون واقف متهيئ، عنده استعداد، متهيئ للحركة والبطش. والقاعد دونه في ذلك، اللي يكون قاعد نسبة أنه يضرب ولا يخسر ولا كش ما ينفعل أقل. قال رحمه الله: والمضطجع ممنوع منهما. تلقيت كش نهار واحد راقد ويضارب هو راقد، هذه ما كاش منها، ما تصراش، لازم ينوض باش يدابز. ولكن إذا كان راقد قال ممنوع منهما، يعني ممنوع من البطش وممنوع من الحركة. شوفوا يا إخوان هذا الأساليب، هذا الآليات، هذا الإجراءات اللي وصينا عليها سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أن نفعلها. آخر حاجة بها نختم إن شاء الله، وقد أوصى بها نبينا عليه الصلاة والسلام. شكون اللي قلنا عليها في حالة الغضب؟ وبها نختم إن شاء الله. يا توضأ، بارك الله فيك يا سيدي. ما توضاش قيس روحك بالماء، لأن فورة الغضب كما قلت لكم هي نزغة شيطانية. غير تقيس روحك بالماء كي هذيك الجمرة اللي تنحط لداخل الماء، صح ولا لا؟ شفتوا كيف تطفى؟ هكذا بالنسبة للإنسان يتوضأ يقيس روحه بالماء، يعلم بأنه قد ذهب عنه ذلك الوضع وتلك الحالة المزرية الانفعالية اللي فيها الهيجان، اللي من بعد قادر يخسر فيها أشياء كثيرة جدا. كما قلت قادر يخسر وظيفة، يخسر زوجة، يخسر جار، يخسر حبيب، يخسر أشياء كثيرة، وقد يخسر الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. فحتى لا يصير المؤمن يا إخواني الكرام علينا بهذه المجاهدة. هذه ماهيش حاجة سهلة، بل الإنسان يكون مزعفان ومقلق وكذا، وتقول له في بعض الأحيان تقول له يا فلان اتق الله، يقول كلمة قبيحة، يقول كلمة تعيب، يسب رب العالمين. تقول له كذا، يقول لك على أنا حركة الجوامع، أنا شفنا تصرف بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، راح ليه الزعف، راح قال وراه يقول عليك النبي صلى الله عليه وسلم: لو تقول كلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنك ما تجد. قال: وتراني مجنونا، عليكم تشوفوا فيها مجنون باش نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وانصرف وترك توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، باش نكونوا واقعيين، باش نكونوا مثاليين. لكن هذه الأشياء ينبغي أن تكون حاضرة، ينبغي أن يستحضر الإنسان هذه التوجيهات وهذا المعاصي، وهذه التوجيهات وهذه الإرشادات. لأن المسلم إنما يعيش وحياته كلها لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نحن لا نتحرك ولا نسكن إلا بوحي، إلا بتشريع. وإن قال لك التشريع والوحي تمشى، وإن قال لك حبس، توقف. فيكون الإنسان وقافا عند حدود الله وعند توجيهات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الإنسان يا إخواني الكرام الذي تتفلت به نفسه ولا يستطيع كبح جماحها، سيخسر بعد ذلك خسرانا مبينا. نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وفضله وكرمه أن يزين أخلاقنا بالحلم وكظم الغيظ والصبر على بعضنا البعض والعفو عن بعضنا البعض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ربي يتقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا، ونسأله أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، كما نسأل الله عز وجل أن يفرج الهم عن إخواننا في غزة وفي فلسطين أجمعين يا رب العالمين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله في سمعكم.